السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم سجق اسكندراني بالخضروات. طاسة على النار فيها شوية زيت، لما الزيت يسخن أكون مقطعة السجق ومنزله. ده نص كيلو سجق هشوحه في الزيت واكون محضرة الخضار، بصل وفلفل وطماطم، مقطعاهم بقى التقطيع اللي انا عايزاها، شرايح مكعبات اللي انت عايزاه. دي معلقه كبيره توم مفروم حطيتها، وحطيت معاها بصله كبيره انا مقطعاها شرايح. عايزه تقطعيها صغير ماشي، مكعبات ماشي، اي حاجه. واديهم بقى تشويحه مع بعض حلوه كده. بعد كده انا حطيت اهو التوابل، فلفل اسود وكزبره وبهارات وبابريكا، عشان طبعا انا هحط خضار لازم املحه واديله التوابل بتاعته. حطيت بقى فلفل رومي وفلفل حامي برضه اشوحهم مع بعض. سبتهم طبعا يشوحوا مع بعض شويه ويخشوا في السوا. بعدين حطيت القوطه بقى، قوطه مقطعاها ايه مكعبات صغيره. قلبتهم بقى مع بعض كلهم، وهسيبهم بقى كلهم كده ايه ياخدوا غلوة كده مع بعض، تسخينة حلوة كده، لغاية لما احس ان الخضار والسجق خلاص بقى كده اندمجوا مع بعض واستووا سوا. بس انا مش ههري الحاجة يعني مش ههري الخضار، لا انا عايزاه يبقى باين كده. وكده خلاص كان استوى. اعملي بقى في سندوتشات بلدي، فينو، اي حاجة، وبألف هنا وشفا.